السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. الضريبة الجمركية للهواتف المحمولة. بعد تطبيق قرار جديد من وزارة الاتصالات بفرض ضريبة على الهواتف المحمولة، إزاي تعرف موبايلك عليه ضريبة ولا لأ وقيمتها، وإزاي تعرف رقم الاي بي، وإزاي تتفادى مشكلة زي ديت وجهازك ما يقفش بعد 90 يوم. كل ده هنعرفه في موضوع حلقتنا النهاردة. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتابعنا لأول مرة ما تنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. بعد تطبيق القرار وتشغيل تطبيق تليفوني، الكل لازم يدخل ويعرف عليه ضريبة ولا لا. تم تفعيل تطبيق تليفوني وفي ناس كتير فعلا دخلت وسجلت بياناتها ولقت ان عليها ضريبة. الناس ديت شارية موبايلاتها من مصر، ولكن الموبايلات جاية من الخارج. سواء بقى كنت انت حضرتك شاريه من هنا او شاريه من بره، فكده كده الجهاز جاي من بره مصر. فحضرتك لازم تدخل على التطبيق وتطمن اذا كان عليك ضريبة ولا لا. قبل ما حضرتك تدخل على التطبيق لازم يكون معاك رقم الاي مي. طيب ازاي تجيب رقم الاي مي؟ هتدخل على الاعدادات، هتنزل تحت خالص لحد حول الهاتف، هتدخل على حول الهاتف، هتلاقي فيه اكتر من حاجة من ضمنها رقم الاي مي. ممكن تلاقي 2 اي مي لو جهازك بشريحتين. هتاخد الاي مي كوبي، هتاخد كوبي من الاي مي. بعد كده هتروح على تطبيق تليفوني. تطبيق تطبيق تليفوني هتقدر تنزله من على المتجر بكل سهولة. هو يا جماعة دلوقتي بقى متاح، يعني هتقدر تدخل وتنزل تطبيق تليفوني وتسجل عليه. ممكن تعرف رقم الاي ام بي بتاعك عن طريق الكود التالي: نجمة شباك 06 شباك. هتلاقي ظهر قدامك بيانات الهاتف، من ضمنها رقم الاي ام اي، هو اللي مكتوب جنب منه ده اي ام اي اي. اي ام اي اي هو ده رقم الاي مي. هتاخد بقى الرقم ده كوبي وتروح على تطبيق تليفوني. طبعا تطبيق تليفوني هتحمله من المتجر بتاعك. هتحمل التطبيق من على المتجر، اسمه تليفوني تابع لوزارة الاتصالات. بعد ما تحمل التطبيق هتضغط على ابدأ الآن. هيطلب منك رقم الاي مي، هتكتب له الرقم وتضغط على استعلام. يظهر لك بعد كده بالشكل ده. هيجيب لك فوق اسم الجهاز بتاعك والموديل بتاعه، وتحت الحالة هيجيب لك بقى إذا كان مسجل أو غير مسجل، وهيجيب لك عدد الشرايح أو عدد الاي مي. ده طبعا على حسب عدد الشرايح اللي عندك، كل شريحة بيكون لها اي مي. تمام، هو كده ده 2 فكاتب 2. بعد كده الاماونت اللي هي المبلغ المستحق، اللي جنبها ده المبلغ اللي المفروض مستحق. المفروض لو انت ما عليكش مبلغ هيقول لك ان هو مسجل، وهيقول لك لا يوجد مديونية. طب الحل ايه يا جماعة في موضوع زي ده؟ الحل هو الاي سيم. ايوه يا جماعة، هي شريحة الاي سيم، الشريحة الالكترونية المدمجة. زي ما احنا عارفين ان رقم الاي مي بيختلف من شريحة للتانية، فهتلاقي على جهازك اكتر من اي مي لو جهازك شغال بشريحتين. ولو وصلت الاي سيم هتلاقي ظهر ليها اي مي مختلف. هتلاقي ظهر رقم اي مي مختلف للشريحة اي سيم، يبقى كده هيبقى عندك اكتر من رقم للشريحة العادية ورقم للشريحة الاي سيم. طيب بالنسبة بقى للناس اللي عندها شريحة اي سيم، بالنسبة للناس اللي عندها شريحة اي سيم لما دخلت استعلمت بالشريحة العادية لقت ان في عليها ضريبة بالفعل، ولما دخلت استعلمت بالشريحة اي سيم ما لقتش في ضريبة. فالمطلوب من حضراتكم اللي معاه شريحة اي سيم يدخل دلوقتي ويستعلم ويشوف عليه مديونية ولا لا. يستعلم مرة بالشريحة اي سيم ومرة بالشريحة العادية ويقول لنا في التعليقات، بحيث الكل يستفيد، والناس اللي لسه ما اشترتش اي سيم تعرف من قبل ما تروح وتشتري اي سيم. يعني الجهاز هيقف بالشرائح العادية ويفضل شغال بالشريحة اي سيم؟ ده اللي هنعرفه في الفترة الجاية ان شاء الله. ويا ريت الناس اللي معاها شريحة اي سيم ينزلوا التطبيق ويشوف عليهم مديونية ولا لا، ويدخل مرة تانية بالشريحة العادية ويشوف عليه مديونية ولا لا، ويقول لنا هل يا ترى الشريحة اي سيم هي فعلا الحل للموضوع زي ده ولا لا.
يلا منتظر تعليقاتكم، كل يستعلم عن جهازه ويعرفنا في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. ما تنسوش زي ما قلنا الكل يستعلم عن جهازه ويقول لنا في التعليقات. وشكرا على حسن متابعتكم.